قلعة من قلاع الوطن. هذه القاعدة الجوية المتميزة واللي العاملين فيها من الناس العسكريين المتميزين. والآن شاهدنا أن هناك طائرة ستقلع حاليا، طائرة مقاتلة من نوع ميراج F1. هذه الطائرة يعني تعرضت لصيانة ولعمرة كاملة بأيدي ليبية 100% من الألف للياء. والآن أمامنا ستقوم بطلعة جوية. هذا مما يدل أن الكفاءات اللي موجودة في السلاح الجوي الليبي من ضباط وضباط صف ومنتسبين هي كفاءات قادرة على أن تفعل ما لديها من أسلحة ومعدات بالرغم قلة وانعدام الإمكانيات. هذا الدليل على وطنية هؤلاء الناس وشجاعتهم وإخلاصهم لبلدهم وثوريتهم. نحن نتطلع أن يكون عندنا سلاح جوي قوي وهو عنوان جيشنا الليبي الجديد. نقطة البداية في تحديث الجيش الليبي هو السلاح الجوي. السلاح الجوي هو البداية وهو العنوان الرئيسي للقوة التي نريد أن نبنيها، قوة الجيش الجديد الذي يكون ولاءه لله أولا ثم الوطن، وهو اللي يكون حامي الوطن ووحدة ترابه وأمن مواطنيه. الآن الطيار يلف الآن الطائرة على ارتفاع منخفض يبلغ حوالي 3000 قدم. رجع الطيار في مناورة بسيطة جدا.